السلام عليكم ورحمة الله. معكم أحمد نظمي. هنبدأ أولى محاضراتنا عن اي بي فيرجن 6. طبعا اي بي فيرجن 6 كان في قبل اي بي فيرجن 4 اللي احنا درسناه. مفيش بينهم حاجة، مفيش بينهم اي بي فيرجن 5. في فقط اي بي فيرجن 4، والنظام الأحدث في الترقيم هو اي بي فيرجن 6. طبعا كان في مشكلة كبيرة جدا في اي بي فيرجن 4 متمثلة في الافيلابيلتي أو اللينس. عدد الايباد في اي بي فيرجن 4 كان 2 أس 32. يعني العدد الإجمالي في اي بي فيرجن 4 كل الايباد بالبابليك والبرايفت كانوا 2 أس 32. آه، الرقم ده خلص تقريبا بسبب الإقبال الهائل على الشبكات أو على الترقيم، إن الناس عايزة أجهزة كتير تطلع على الإنترنت، والموبايلات والسمارت فونز والسمارت هاوس أو السمارت هومز، كل حاجة عايزين تطلع على الإنترنت. وبالتالي اي بي فيرجن 4 خلص تقريبا. يعني حتى الايباد الموجوده في السوق اللي احنا ممكن نشتريها دي ايباد مباعه بالفعل. يعني في غيرنا مش اي بي جديد، مش انت اول واحد يستخدمه، لا ده ايباد مباعه بالفعل. هتلاقي بس كان غيرك شاريها وبطل يدفع لها الاشتراك بتاعها او التجديد بتاعها، فانت حاصل على اي بي غيرك كان شاريه، يعني مش اي بي جديد. فدي الايباد فيرجن 4 المتاحه تعتبر خلصت خلاص، راننج اوت او رين اوت، يعني خلاص ما فيش منها. دلوقتي اخترعوا لنا نظام الترقيم الجديد اي بي فيرجن 6 اللي فيه 2 اس 128 اي بي، رقم هائل جدا ملوش اسم. خلاص الاحصائيات بتقول زي ما قلت في الفيديوهات القديمه ان كل متر مربع من سطح الكره الارضيه يكفيه اكتر من نص مليون اي بي. دي الاحصائيات العامه اللي بتتقال على اي بي فيرجن 6. فهو فعلا رقم كبير جدا جدا جدا. وبالتالي تقدر ترقم بقى براحتك شبكات داخليه وان زي ما انت عايز. فاللينس الاجمالي الاي بي فيرجن 6 2 اس 128. شكله آه يعتبر مشابه جدا للماك ادرس ومكتوب بنفس اللغه. يعني الماك ادرس مكتوب بالهكس ديسمال، النظام السداسي 10. بس اللينس الاجمالي للماك ادرس 48 بيتس. طبعا كل الداتا عندي بتتحول لبيتس او باينري، سواء ايباد فيرجن 4 اي بي فيرجن 6 كله بيتحول لبيتس. فعندنا اي بي فيرجن 6 مكتوب بالهكس ديسيمال، واللينس الاجمالي بتاعه 128. طبعا باين من الرقم اللي فوق ده، لان اي بي فيرجن 4 2 اس 32 وهو فعلا بيتحول ل 32 بيتس. ده نفس الكلام بيتحول ل 128 بيتس. ده اللينس الاجمالي اي بي فيرجن 6 ومكتوب بالهكس ديسيمال شبه الماك ادرس بالظبط. كل خانه بيفصلها كولم. كولم اللي هي النقطتين فوق بعض دي بدل دوت في اي بي فيرجن 4. عندي 8 خانات بالشكل ده. طبعا الخانه هنقول عليها اوكتت مجازا، لكن هي اساسا بيتقال عليها فيلد. احنا كنا بنقول اوكتت علشان في اي بي فيرجن 4 الخانه الواحده بتتحول ل 8 بيتس، كلمه 8 او ثماني يعني اوكتت. اما هنا ما ينفعش نقول عليها اوكتت، هنقول عليها فيلد. خلاص، فاللي هيقول عليها اوكتت بيقول عليها مجازا فقط، عشان احنا بنتكلم على ايباد فاتعودنا ان احنا نقول على الخانه الواحده اوكتت، فبنقول عليها اوكتت مجازا. لكن هي من ناحيه الصحه يعني لا، ما ينفعش، لازم نقول عليها فيلد، ده الاسم الصحيح للخانه الواحده. في 8 خانات، كل خانه بيفصلها كولم اللي هي نقطتين فوق بعض زي ما احنا شايفين كده. وكل خانه بيتكتب فيها ارقام بالهكس ديسمال، 4 ارقام. يعني مثلا A B C D، واللي قبلها مثلا 1 2 3 4، واقعد اكتب بقى ايباد بالمنظر ده كله بالهكس ديسمال. في عندك 8 خانات شكلهم بيبقوا كده. طبعا لازم يتكتب 4 كاركتر بالهكس ديسمال في كل خانه. طب لو في خانه مكتوب فيها 2 كاركتر زي مثلا E1 ينفع؟ بس ده معناه ان في صفرين على الشمال. خلاص كده. لما يجي يتحولوا بقى كل خانه بتتحول ل 16 بيتس، لانك لو قسمت اللينس الاجمالي اللي هو 128 على 8 اللي هم الثمان خانات، فهتلاقيه بيساوي 16. يعني اللينس الخانه الواحده او الفيلد الواحد بيتحول ل 16 بيتس. ده معناه ان الكاركتر الواحد بيتحول ل 4 بيتس. بما ان الفيلد بيتحول ل 16 وبيتكتب فيه 4 كاركتر، اقسم 16 على 4 هيديك للخانه الواحده 4 بيتس، او الكاركتر الواحد بيتحول ل 4 بيتس. ده اللينس الاجمالي الاي بي فيرجن 6. اجمالا بيتحول ل 128 بيتس مقسم ل 8 فيلدز. كل فيلد بيتكتب فيه 4 كاركتر بالهكس ديسيمال،
كل فيلد بيتحول ل 16 بيتس، الكاركتر الواحد بيتحول ل 4 بيتس. فطبعا تقعد ترقم بقى بالصوره دي تاني لغايه ما يقفلوا معاك 8 بيتس بالمنظر ده. كده بقى عندي اي بي فيرجن 6 كامل. كده 1 2 3 4 5 6 7، فاضل خانتين هنقول عليهم 7 7 مثلا. ده كده اي بي فيرجن 6 كامل. وزي ما قلنا لازم الخانه الواحده يتكتب فيها 4 كاركتر. لو فيها 2 كاركتر ده معناه ان في صفرين على الشمال مش مكتوبين. طبعا نظام معقد جدا، انا مش هقعد اكتب ايباد بالمنظر ده. فاي بي فيرجن 6 قال لي على طريقه كويسه في الترقيم او في اختصار كل اللي احنا شايفينه ده. قال لي ان عندك اي بي زي ده مثلا، ده اي بي فيرجن 6 كامل. تقدر تكتبه زي ما هو كده لكارت الشبكه. يعني انا لو رحت لكارت الشبكه هنا، وطبعا احنا عارفين ان انظمه التشغيل اللي ينفع اكتب فيها اي بي فيرجن 6 عندي ويندوز فيستا فيما فوق، وعندي برضو ويندوز اكس بي بس ال 64 بيتس. بس عامه بصوره عامه سواء ال 32 بيتس او ال 64 بيتس لازم يكون فيستا فيما فوق. في عندي خانه ينفع يتكتب فيها ايباد كارت ايباد كارت الشبكه تكون بنظام اي بي فيرجن 6 اهي. دبل كليك ينفع تكتب هنا اي بي كده كولوم واحد. ده معناه ايه؟ او ده يعني ايه اصله؟ اصله كده، كل اللي بين دبل كولوم دي في دبل كولوم، كل اللي بينها وبين الواحد اصفار. ادي التحويل او اعاده كتابه اي بي فيرجن 6 باللينس الاجمالي بتاعه، الاختصار بتاع دي او اللي هي دي اختصاره يعني، كله صفار. طيب لو احنا كتبنا كده مثلا، ده اي بي فيرجن 6 كامل، نحوله ازاي؟ دول ما دام كولوم واحده كده فاصلاهم يبقوا لازقين في بعض او جايين ورا بعض. كولوم معناها اللي بينهم دول كلهم اصفار. فسهل جدا الترقيم بالمنظر ده. بص كده هنرجعها لاصلها. طبعا ما دام في 2 كاركتر ده معناه ان في صفرين على الشمال. كده 6 تقريبا تمام. ادي التحويل بتاع الرقم ده او اعاده كتابته بصورته الكامله. خلاص ده اي بي فيرجن 6 وينفع يكتب كده في كارت الشبكه. طب نيجي للمشكله الثانيه، مشكله السبنتنج. مفيش بقى عندي لا مسائل ولا 2 اس اتش ناقص 2 ولا الكلام ده، ولا عندي تحويل، مش محتاج التحويل في حاجه من هيكس ديسيمال لباينري ولا الكلام ده. آه التقسيم الشبكه او السبنتنج عندي متمثل في اني هقول لك مثلا الاي بي ده على 64. يعني ايه على 64؟ يعني اول 64 بيتس في الشبكه الواحده لازم يبقوا ثابتين. يعني النتورك اي دي اول 4 بيتس يبقوا ثابتين، اسف اول 64 بيتس يبقوا ثابتين. 64 بيتس يعني كام؟ دول كده طبعا قلنا 16، ودول 16 يبقوا 32، ودول 16 يبقوا 48، ودول 16 يبقوا كام؟ يبقوا 64. يبقى من هنا لغايه هنا كده بنقول عليهم النتورك اي دي لازم يفضلوا ثابتين في الشبكه الواحده. يبقى على مستوى الشبكه الواحده دول لازم يفضلوا ثابتين. طبعا الموضوع بقى سهل جدا. يبقى السبنيتنج بمجرد النظر، لو قلت لك ده مثلا كده على 32 يبقى دول لازم يفضلوا ثابتين. دول كده النتورك اي دي والباقي الهوست اي دي. غير في دول براحتك. وطبعا لازم تكتر الاصفار على قد ما تقدر عشان تعرف تختصرهم في الكتاب. فدي طريقه كتابه اي بي فيرجن 6. وده عندنا اسمه البريفكس، ما اسمهوش بقى دلوقتي الماسك. يبقى ما عنديش حاجه اسمها ماسك، عندي حاجه اسمها بريفكس. خلاص البريفكس هي الارقام الثابته من الشمال بالبيتس. كام بيتس لازم يفضلوا ثابتين في الشبكه الواحده. طيب نيجي بقى لانواع اي بي فيرجن 6. اي بي فيرجن 6 انواعه متمثله في، عندنا النوع الاكثر شيوعا في التواصل او الانواع الاكثر شيوعا اللي هي انواع اليونيكاست. نفس الكونسيبت بتاع اليونيكاست. يعني احنا في اي بي فيرجن 4 عندنا يونيكاست، وعندنا في اي بي فيرجن 4 مالتي كاست. نفس الكلام برضه في اي بي فيرجن 6. الحاجه الوحيده بقى اللي اتلغت ودي ميزه، البرودكاست. بقى عندنا بديل ليها اسمه الاني كاست. ودي خاصيه جميله جدا بتسمح بعمل
كونفليكت. فاكرين الكونفليكت اللي ما كانش ينفع نعمله في اي بي فيرجن 4 ان الجهازين يكتب لهم نفس الاي بي في الشبكه؟ لا دلوقتي ينفع مع اي بي فيرجن 6. الاني كاست. طبعا الاني كاست هو اختصار او بيشير الى one to the closest، واحد للاقرب. طبعا هنشرحه دلوقتي. يبقى في ثلاث انواع الاي بي فيرجن 4 اي بي فيرجن 6: يونيكاست، مالتي كاست، اني كاست. اليونيكاست ليه عده انواع. يعني عندي حاجه اسمها الجلوبال، وعندي حاجه اسمها اللينك لوكال، وعندي حاجه اسمها سايت لوكال. اليونيكاست اللي هي الايبات العاديه اللي المفروض نرقمها لان او لوان ايا كانت. طبعا الجلوبال هي الايبات اللي بنشتريها البابليك. ايبات البابليك بتبدا دايما ب 2000. هو مش لازم 2000 بس، يعني ممكن تبقى 2001 2007 2005. فالمقصود بكلمه 2000 دي مش لازم الاوكتت الاول او الفيلد الاول يبقى مكتوب فيه 2000. لا، ممكن تلاقي الفينات، يعني 2005 2007 2009. ده اي بي جلوبال او راوتد. يعني ما ينفعش اكتبه من دماغي، لازم اشتريه كده زي الايبات البابليك في اي بي فيرجن 4. اللينك لوكال بقى. اللينك لوكال لو لاحظت ان اي جهاز يعني كابابل ان هو ياخد اي بي فيرجن 6 او ينفع يكتب له اي بي فيرجن 6، بتلاقيه لوحده كده. حتى لو انت ما اديتلوش اي بيهات بيدي لنفسه اي بي فيرجن 6 بيبدا باف اي 80، ويقوم جايب الماك ادرس الخاص بكارت الشبكه، لان الاثنين لغه واحده، الماك ادرس واي بي فيرجن 6 هكساديسيمال. يقوم جايب الماك ادرس وكاتبه لكارت الشبكه، بس حاطط في النص كده، يقوم حاشر في النص 3 اف اي. يقوم كاتب كده 3 اف اي دي يحشرها في وسط الماك ادرس. ليه؟ علشان يطول او يكبر حجم الماك ادرس شويه، ويحط في اوله اف اي 80 فيحوله من ماك ادرس لاي بي فيرجن 6. ايه الغرض من الخطوه دي؟ فاكرين خاصيه الابيبا اي بي فيرجن 4؟ هي نفس الخاصيه اللينك لوكال، ان الجهاز بيدي لنفسه اي بي فيرجن 6 حتى لو انا ما كتبتلوش اي بي فيرجن 6. وبيبقى دايما بيبدا باف اي 80، ويجيب الماك ادرس يحطه في النص كده، ويقوم حاطط حاشر في النص كده 3 اف اي بالمنظر ده. ده يضمن اولا اليونيكنس او الانفراد، ان الكارت ياخد اي بي ما حصلش عليه اي كارت تاني. الحاجه الثانيه ان الاي بي ده بيخلي الجهاز يتشاف على نفس اللان، نون راوتابل، ده ما يتراوتش، ما ينفعش يتراوت. ينفع طبعا اتكلم الجهاز بيه، بس بيبقى الاي بي معقد جدا. فانا عمال اختصر كل دوت، وعمال اعمل شورتنج او اختصار في كتابه الاي بي عشان في النهايه اكتب اي بي. هنشوف شكله طبعا دلوقتي بيبقى معقد جدا. فما ينفعش استخدمه في التواصل، لكن هو من ناحيه ينفع استخدمه. ينفع، بس لا يفضل استخدامه. وغير كده الجهاز ما بيستخدموش لانه نون راوتبل، يا دوب يخلي الجهاز يتشاف على مستوى اللان فقط، او الاجهزه المتوصله على نفس السويتش او على نفس اللان فقط للتواصل. ده مؤقتا لغايه اما اليوزر او الادمنستريتور يكتب اي بيهات يا اما جلوبال يا اما سايت لوكال. فاحنا هنا عايزين نكتب الاي بي الجلوبال او السايت لوكال. بتلاقي الاي بي اللينك لوكال ده بقى مش هيختفي، لا بيفضل موجود. فبيفضل موجود للتواصل قدر الامكان او قدر المستطاع. ليه؟ ما بيتلغيش ليه زي اي بي فيرجن 4. اي بي فيرجن 4 احنا عارفين بالابيبا بياخد اي بيهات بتبدا ب 169 254 اي حاجه اي حاجه. دي خاصيه اسمها الابيبا. مجرد ما بكتب اي بي ستاتيك بيختفي الاي بي اللي هو الابيبا ده، لا ده بيفضل موجود. اللينك لوكال يفضل موجود معايا سواء كتبت اي بي جلوبال او سايت لوكال. طب بالنسبه للجلوبال والسايت لوكال، لا واحد بس اللي بتختاره تكتبه، يا اما جلوبال اي بي بتشتريه بقى بابليك، او السايت لوكال ده اي بي داخلي زي البرايفت اي بيز في اي بي فيرجن 4 اللي هي 192.168 او 172.16 او 10. فهي دي نفس الفكره، بس هنا بتبدا باف اي سي 0 في السايت لوكال. دي الاي بيهات البرايفت بس، ممكن تتراوت طبعا عن طريق الراوتنج عادي، لكن اف اي 80 ما بيتراوتش وما بيتشافش غير على مستوى نفس اللان. اما الجلوبال ده اي بي بابليك. المهم ان الاي بي الوحيد اللي بيفضل معايا هو اللينك لوكال مهما كتبت، سواء اي باد جلوبال او سايت لوكال. نيجي للمالتي كاست بقى. المالتي كاست الاي بي فيرجن 6 بيقوم بعمليه جميله جدا. نفترض عندي راوتر رحت كاتب له كله ايباد فيرجن 6، يقوم جامعها كلها في فولدر، هنقول عليه فولدر يعني. هو المفروض اسمه مالتي كاست جروب، بس هنقول عليه فولدر. يقوم جامع الايباد دي كلها في فولدر اسمه اف اف 0
2 كولوم 1 وفولدر تاني اسمه اف اف 02 كولوم 2. الفولدر ده بنقول عليه all nodes وده all routers. مش في نودز اللي هي النقط او الفتحات اللي واخده اي بي فيرجن 6 في نفس الراوتر، كلها بتبقى الفولدر ده عنوانه. خلاص، اما كل الرواتر اللي شغاله اي بي فيرجن 6 في نفس الشبكه بيكتب لها الاي بي ده اسمه المالتي كاست ادرسز، او الاي بيهات اللي بتتكتب لكل النودز اللي موجوده في الراوتر، بيبقى ليها عنوان رئيسي اف اف 02 كولوم 2. مثلا هنشرح فكره ده دلوقتي. علشان ابحث عن جهاز، احنا استخدمنا دلوقتي عن خاصيه البرودكاست، وما بقاش عندنا برودكاست اللي كنا بنستخدمها في الوصول للهدف. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ يبعت رساله واحده يتعمل لها مالتي كاست، يعني توصل لكل الناس اللي داخل الفولدر ده. كده توصل نسخه لكل الرواتر فقط، ما توصلش لكل الشبكه. طب هنا توصل رساله واحده للفولدر اللي فيه all nodes، يعني للعنوان ده، تقوم نسخه نفسها لعدد النودز بس، تبقى رساله مالتي كاست، فصاحب الرساله يستلمها، لكن ما يوصلش رساله لكل الشبكه اللي هي رساله البرودكاست، فاكرينها اللي اتلغت خلاص. فدي فكره المالتي كاست. يبقى كل النودز بيجتمعوا في فولدر ليه عنوان عام اسمه ده او رقمه ده، وكل الرواتر شغاله اي بي فيرجن 6 في نفس الشبكه بيكتب لها نفس العنوان ده. خلاص. الاني كاست بقى زي ما قلنا بيسمح لي ان جهازين ممكن يتكتب لهم نفس الاي بي ادرس اي بي فيرجن 6، واقدر اوصل للاقرب حسب الراوتنج. يبقى الراوتنج بيوجهني للاقرب، بس بشرط يكون في تشابه في الاي بيات. وهنشوف طبعا فكره الاني كاست وازاي بيتكتب. كده اتكلمنا على الانواع، انواع اي بي فيرجن 6. فاضل الحاجه الاخيره الاي يو اي 64 او الاكستندد يونيك ايدنتيفاير. اي يو اي 64 extended unique identifier. دي الفكره الخاصه بكتابه الماك ادرس في النص كده. ابدا باف اي 80 واني احشر في النص 3 اف اي في الماك ادرس، ودي نقدر نشوفها لما هنطبق المثال التالي. بص كده معايا. طيب هنشوفها كده في الباكيت تريسر. هنضيف راوتر no enable config key، وهنقف على انترفيس اف 00. بص معايا كده، اولا لازم نفعل اي بي فيرجن 6 حسب الراوتر اللي معاك واصدار الاي او اس اذا كان بيفهم اي بي فيرجن 6 ولا لا، لانه طبعا حاجه جديده. فلازم اقول له اولا اي بي في 6 enable. كده انا فعلت اي بي فيرجن 6، وبمجرد ما اعمل الخطوه دي بيدي لنفسه اي بي لينك لوكال. نشوفه ازاي؟ طبعا احنا كنا بنشوف الاي بيات ازاي. شو اي بي انترفيس بريف. بص هتكتب شو اي بي انترفيس بريف. طبعا مش هيجيب لك اي حاجه، لان ما تنساش ان احنا لازم نفرق في الكلام بين اي بي فيرجن 4 واي بي فيرجن 6. فدلوقتي لازم اقول له شو اي بي في 6. وخلي بالك ده ينطبق بقى على كل الاوامر الخاصه باي بي فيرجن 6. يعني اي امر خاص باي بي فيرجن 4 ينفع تكتبه تقريبا، يعني من الاوامر الشائعه، بس تكتب في 6 دلوقتي علشان تعرف ان الكلام على فيرجن 6. بص كده، ادى لنفسه اي بي لينك لوكال بيبدا باف اي 80، وجاب الماك ادرس وحشر في النص ايه اف 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 اي. ده الماك ادرس بتاعنا. خلي بالك طبعا معنى الدبل كولوم ده يعني معنى اللي بينهم كده صفار. المهم عايزين نشوف الماك ادرس ده، طبعا نقدر نشوفه من خلال شو انترفيس اف 00. بص كده هيجيب لك الماك ادرس اهو. هتلاحظ في اللينك لوكال هو نفس الماك ادرس من اول 90 اهو، بس حشر في النص ايه 3 اف اي. نفس الماك ادرس بالظبط، واخره 901 هو الماك ادرس. اوكي. دي الطريقه اللي اسمها الاي يو اي او الاكستندد يونيك ايدنتيفاير. اللينك لوكال بيشتغل بيها، بيدي لنفسه اي بي من نوع اللينك لوكال بيبدا باف اي 80. طبعا لو انا وقفت على الانترفيس انترفيس اف 00 وقلت له اي بي في 6
ادرس، ودي الطريقه اللي بقى اللي هنكتب بيها ايباد. فاكرين اي بي ادرس في اي بي فيرجن 4؟ هنا نفس الطريقه، بس زي ما قلنا لازم نفرق، فهنكتب دي 6 وهنكتب مثلا 2000 كولوم 1 كولوم 1 على 64. دي الطريقه اللي هنكتب بيها اي بي فيرجن 6. كتبناه على البريفكس بالمنظر ده ونو شت داون عشان نشغل الفتحه. لا، ورحنا دلوقتي وقلنا دو شو اي بي في 6 انترفيس بريف. بص كده، ادي الاي بي، بس اللينك لوكال لسه معايا ما اتشالش، مش زي خاصيه الاي بي بتاع الاي بي فيرجن 4، لا يفضل معايا اللينك لوكال بالمنظر ده. فهتلاقي الاي بي التاني موجود. دي الطريقه اللي احنا عرفنا ازاي نكتب بيها اي بي فيرجن 6 والفرق بينه وبين اي بي فيرجن 4 في المفاهيم. طبعا فاضل بقى الجزئيه الاخيره في الفيديو ده. عندي لوكال هوست او اللوب باك ادرس اللي هو كان 127.0.0.1، فاكرينه؟ ده كان بقى عندي دلوقتي كولوم واحد على طول، ده اسمه اللوب باك، لوب باك ادرس. فانا حتى هنا لو رحت على الويندوز وكتبت بينج لوب باك هيديني ريبلاي زي ما احنا شايفين كده، كانك بتبنج على 127.0.0.1. اشوفكم الفيديو القادم.